كتير من الأسئلة اللي جت على الصفحة الحقيقة فيها تخوف من العلاج البيولوجي، وفي كتير من الإشاعات والخرافات اللي جاية في سطور التعليقات وفي الرسائل على العلاج البيولوجي. خلتني النهاردة أرجع تاني وأعمل فيديو جديد على العلاج البيولوجي، الحقائق والخرافات. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. هو العلاج البيولوجي هو العلاج الكيماوي؟ إجابة قطعا لا. العلاج البيولوجي ده من أكتر الحاجات اللي الطب تقدم بيها في المرحلة الأخيرة من القرن اللي فات وفي بداية القرن ده. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جدا هو فتح طبي في إن احنا نقدر نكون أجسام مضادة نستخدمها كعلاج ضد بروتينات جوه الجسم علشان نمنع مرض إنه ينتشر، أو إن احنا نقدر نعوض في بعض الأحيان هرمون مثلا زي الأنسولين ما بيطلعش كفاية أو ما بيشتغلش كفاية. وبالتالي أصبح العلاج البيولوجي هو أحد أهم التقنيات الحديثة اللي بنستخدمها في علاج أمراض المناعة الذاتية بكل أنواعها في كل التخصصات، وطبعا على رأسها الروماتيزم، وكمان في علاج الأورام، وكمان بيستخدموا دكاترة الغدد، وكمان دكاترة أمراض الدم، وكمان دكاترة الجهاز الهضمي، وكمان دكاترة الأعصاب. شفتوا؟ ده كل المجالات دي بتستخدم العلاج البيولوجي. السؤال التاني، هو العلاج البيولوجي ده ليه سموه بيولوجي؟ لأنه ببساطة شديدة جدا عشان نكون هذه الأجسام المضادة محتاجين نستخدم في تصنيع هذا الدواء حاجة فيها DNA عشان تدينا أجسام مضادة، وبالتالي أصبح يتم تحضيره بطريقة حيوية أو بطريقة بيولوجية، فأصبح اسمه العلاج البيولوجي. لكن مش هو الكيماوي بتاع زمان اللي كنا بنديه لعلاج الأورام العنيفة واللي يموت الخلايا السرطانية، لا خالص. ده كل اللي بيعمله انه بيشتغل على بروتين معين جوه الجسم يقفله او يقفل المستقبل بتاعه، وبالتالي يخلي جهاز المناعة المسؤول عن المرض ده يهدى، والخلايا السرطانية لو بنستخدمه في علاج السرطان تهدى. وعشان كده هو علاج مهم جدا. السؤال الثالث، وده الحقيقة النهاردة حتى في العيادة مريضة قالته لي، اتقال لها بالحرف الواحد كده العلاج البيولوجي ده بيموت المناعة، زي بالظبط كده ما تموت أي حشرة ماشية أنا آسف يعني بشبشب. الكلام ده طبعا ملوش علاقة خالص بالعلم، لأن احنا بنشتغل في العلاج البيولوجي على الجزء المتهيج من المناعة. يعني احنا ما بنقللش المناعة خالص. صحيح في فرصة ان يحصل لا قدر الله ميكروبات زيادة، وعشان كده بنعمل 3 تحاليل دايما قبل العلاج البيولوجي زي ما انتم عارفين، فيروس سي وفيروس بي واختبار الضرر في مصر مثلا. ممكن نعمل اختبارات زيادة، ممكن ندي تطعيمات لفيروسات معينة قبل ما نبدأ العلاج البيولوجي في الحالات اللي محتاجة ده، طبعا مش في كل الحالات. وبالتالي بيبقى مهم جدا انكم تبقوا عارفين ان الدكتور اللي كتب العلاج البيولوجي ظابط جرعته وعارف كويس قوي ازاي يقلل من مخاطر تقليل المناعه اللي بيروج ليها انها بتحصل وغالبا ما بتحصلش. الحاجه الرابعه، هو الادويه البيولوجيه دي ما بيستخدمهاش دكاتره كتير جدا، وهي للاسف مش منتشره في مختلف انحاء العالم. هجاوب باحصائيتين بساط في اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي. الإحصائية الأولى بتقول إن من بين 10 أكتر أدوية بتتباع في العالم 4 منهم بيولوجيين، فده رد واضح جدا. نمرة 2، إن لحد النهاردة شركات الأدوية كلها بتحاول تستثمر في علاجات بيولوجية جديدة لأمراض لم نصل فيها إلى علاج لهذه اللحظة، وهو ده الأمل الحقيقي في إن احنا نوصل لعلاج قاطع لكتير من الأمراض بتاعتنا زي الروماتويد والذئب. الخلاصة، لو أي دكتور بما فيهم أنا كتب لحضرتك علاج بيولوجي، ناقش معاه كل المخاطر وقول كل اللي انت قريته على الانترنت، لكن ما تاخدش الحقيقة غير من دكتور بيعرف ازاي يستخدم هذه الأدوية. الحاجة التانية، لو طلب منك تحاليل اعملها، لو طلب منك متابعات اعملها، لأنه مش هيلجأ للعلاج البيولوجي غير إذا فشلت الأدوية التقليدية في 99% من الحالات. وبالتالي مهم جدا عندنا ان احنا لو احتاجنا العلاج البيولوجي ناخده على بركة الله، وبإذن الله كلكم تتحسنوا وربنا يعافيكم ودمتم سالمين.